السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف الحال؟ أخباركم علومكم إن شاء الله طيبين وصحة سلامة. كولد برو الجزء الثالث، واليوم جبنا لكم الريشيو 1 كولد برو سادة. كولد برو سادة، هاي الأشياء اللي وراء. يا سلام. عندك هذا الشيء الأخير، جاء مع كوب ثلج مصاص. طبعا كوب الثلج حطيناه في العلبة ذي اللي ما هي مقصرة ان شاء الله. عندنا الكولد برو فكه. يا سلام يا سلام. ونصب هنا قدامكم. طبعا في نفس الطبقة البيضاء اللي كانت موجودة في المشروب امس. الريحة ريحة شيشة. نقفل العلبة عشان نعطيها رجة. وهذه صارت عادة يومية. طبعا ما نسينا نفسنا من الحلا. كيك صباح يا اخوان. امس كان في كرس واليوم صباحي. نجرب طبعا بجرب القهوة قبل ما اكل الكيك عشان ما نخرب النكهة. نعطيكم نبذة. بسم الله الرحمن الرحيم. نكهة حلوة والله. صح فيها نكهة زي ما قلت لكم، ريحة شيشة او دخان او شيء كذا، بس يعني ما هي لاذعة، ما فيها ذيك اللذعة اللي طبعا قلت برو في النهاية قاعد اعطيكم نفس الكلام اللي في مقطع امس. عموما هذا ثالث يوم على التوالي يا جماعة. اليوم جبنا كولد برو ريشيو الكلاسيك طبعا اللي بدون اي اضافات، لان عندهم كولد برو بالتوت اذا اخذته مره. يفوزنا من 9 ريال الى 24 ريال. 24 ريال يا اخوان. بس نكهه حلوه. ذوقها مع الكيك ممكن تصير احلى واحلى. كيك مع القهوه ما هي متناسقه النكهه للاسف، يعني هي متناسقه. الى الان هذه اللي ب 24 ريال من ريشيو تفوقت على اللي قبلها كلهم. والله مو عن السعر، انه اذا دفعت اكثر مثلا تحس انك واو اخذت شيء احسن، لا، طعمها مقبول اكثر من غيرها. في النكهه ذيك اللي حلوه، يعني نكهه الدخان اللي هي تكون في 60 في حال ان الطحنه كانت ناعمه. اذا كانت الطحنه ناعمه تطلع ذي النكهه. الله العالم ايش عندهم من مشكله. اتوقع انه طحنتهم ناعمه بالنسبه للكولد برو. ممكن حاطين طحنه في 60. الكولد برو تحتاج طحنه اخشن، بس تفوز على اللي امس واللي قبل امس. ككولد برو ما هي ذيك اللي تلذع المخ، لا، لذيذه. اعطوني اقتراحاتكم. في واحد اقترح لي نوع قهوه بس ما لقيته، ان شاء الله بدوره وان شاء الله يكون مقطع قادم في القناه. اشتركوا، حطوا لايك، شيروا المقطع، والى اللقاء.